الماتش يبقى سهل بالنسبه لنا ونصعبه على نفسنا. تصريح احمد بلال طلع من يومين وقال ان ملهاش لازمه يعني فرقه الزمالك تروح، كده كده اصلا الاهلي فايز ونسبه 2% الاهلي فاز عن المباراه، وحتى لو فرقه الزمالك راحت هتروح هناك ما ممكن مش هتجيب كره على العارضه اصلا ولا هتشوف هجمه على الشناب. فطبعا انا يعني انا لو ما كان لعبت الزمالك الصراحه وشفت التصريح ده انا هنزل النجيله. انت ليه بتخلق حافز الزمالك؟ يعني الاجواء كلها مترتبه ومتنظمه ان الدنيا هاديه والدنيا جميله والاهلي مسيطر، والاهلي لو فاز فالموضوع نورمال. يعني هم الفريق الثاني بدا يتحط في دماغه هو وجمهوره ان حتى لو خسرنا عادي، ما هو الاهلي حلو والزمالك وحش. فانت ليه بتخلق حافز؟ ليه بتستهتر بفريق الزمالك؟ ليه الغرور؟ ما اعرفش. يعني احمد بلال على فكره دايما يعني في القناه، ما كان برضه في قناه النادي الاهلي كان بيقعد يقول تصريحات كده ما كانتش موفقه خالص. المهم طلع بعديها بيومين او طلع امبارح واعتذر، مفيش مشكله. بس يعني قبل كده حصل الموقف ده برضه لو خدت بالكم، في حاجات كانت بتحصل بتخلي الواحد ما يكونش متفائل صراحه يعني، وبتحصل مننا احنا يعني مش منهم هم. الاستاذ ابراهيم منيسي كان عمل في ماتش الزمالك اهلي والزمالك من سنتين ثلاثه كده، عمل مجله بتاعت غلاف، مجله النادي الاهلي في القمه يوم الخميس والاهلي العريس. راح مرتضى منصور راح واخد الغلاف راح حاطه على اوضه اللبس على باب كل دولاب كل لاعب، اتفضل شوف الاهلي بيقول عليك ايه. خسرنا 2-1، فايه لازمتها؟ يعني ايه لازمتها؟ وبعدين انت فوق قوي، فليه تبص لتحت وتقول تصريح زي ده؟ الا اللي عشان انت بقى عايز تعمل زوبعه عليك وعايز تعمل عايز تسلط الاسبوتات عليك. ما اعتقد يعني انت ككادر اعلامي ما ينفعش تطلع تقول تصريح زي ده الصراحه. اسلام صادق دلوقتي بقى حلو، دلوقتي بقى صحفي حر. اسلام صادق دلوقتي بقى جميل، عمل بوستين بقى له 3 4 ايام عمال برضه يقول المظلوميه والفساد. طبعا جمهور الزمالك دلوقتي كله بقى بيجري وراه وبيعملوا سكرين شوتات وينزلوا بوستاته ويشوفوا اخباره ويعملوا له كومنتات وقلوب وشير. دلوقتي في اسلام صادق دلوقتي بقى حلو. عرفتوا انتوا كجمهور الزمالك بتتجابوا ازاي؟ انا اقول مظلوميه ومش عارف ايه وكده هتحبوني حتى لو لابس شيرت الاهلي، وقلت لكم والله انتوا جمهور مظلوم والنادي الزمالك نادي مظلوم واحنا مش عارف ايه، هتحبوني قوي. جو المظلوميه والصعبانيات ده انتوا بتحبوه بتعشقوه. فهو دلوقتي اسلام صادق بقى حلو، فسبحان الله سبحان مغير القلوب. مباراه الاهلي والعين الكل عمال يتكلم عليها، فانا عايز اقول لكم ان المباراه دي يا جماعه السهل الممتنع. المباراه اولا هتكون في القاهره، فريق العين لعب 27 مباراه عمل مباراتين منهم كلين شيت، سهله. الجو اللي معمول بقى على السوشيال ميديا وفريق هلامي ومش عارف ايه، وهو يا جماعه الخط الهجوم بتاعه فعلا حلو قوي جدا، بس احنا معانا رجال، احنا معانا دفاع حلو برضه الحمد لله. الدفاع بتاعهم بقى في الشوربه، بقول لكم 27 مباراه 2 بس ماتشين بس كلين شيت، فاتقيدوا وخليكم واثقين في فرقتكم. ايه قصه احمد الفتوح؟ احمد الفتوح فجاه كده نمنا وصحينا لقينا بيقول لك ده هو هيطلع مع الفرقه السعوديه. طبعا يعني انا لما سمعت الخبر سكت شويه كده، ما ينفعش اعلق. قائمه الزمالك بعتها للجنه الاولمبيه، اللجنه الاولمبيه قالت لا انا ما اضمنش هو ده ايه موقفه القانوني، يعني احمد ابو فتوح دلوقتي ايه موقفه القانوني ان هو يسافر وما يسافرش. فالزمالك راح قال خلاص مش راح بعت القائمه من غير ايه، من غير احمد الفتوح. فكده الزمالك هيسافر السعوديه من غير احمد الفتوح. طب معلش ممكن نبص من فوق شويه؟ معلش طب انت شايف الاراء الموجوده ايه في السوشيال ميديا؟ انا هقول لكم الاراء الموجوده ايه. في اراء بتقول اللي اختشوا ماتوا خلاص، وفي اراء تانية بتقول احمد الفتوح نفسيته تعبانه وعايزين نغير له جو وي وي وي. طب انت رايك ايه يا حمدي؟ انا رايي انا لو مكان احمد الفتوح قسما بالله اطلع من المشكله اللي انا كنت فيها دي، اقعد في الاوضه بتاعتي ما اطلعش منها، او انزل اروح اقف تحت رجلين الناس اللي ابوها مات ده واقعد استعطف. مش عايز اتكلم في الموضوع ده كتير عشان ليه حساسيه، يعني الموضوع مش مستاهل اللي هو يسافر. يعني انا بحط نفسي كده مكان اهلي المتوفي ولا احمد الفتوح مسافر وكده، الموضوع بيبقى صعب شويه. فالحمد لله اللي هو ما سافرش، مش عشان حاجه والله، مش عشان الكوره ولا اهلي ولا زمالك، يعني عشان الموضوع يهدى شويه. رابطه مشجعي الزمالك راحوا امبارح تدريبات الزمالك وقعدوا مع اللعيبه وقالوا لهم بالنص، قالوا لكل لعيبه الزمالك كلها بالنص الماتش ده حياه موت، طلعتوا الماتش ده خسرانين مش هتكملوا في الفرقه. الغريب ان في صور نزلت ان الفرقه اللعيبه واقفه بتاعت الزمالك بتسمعهم ومركزين معاهم كانهم مثلا ايه، يعني رئيس نادي الزمالك بيتكلم او كده. هو طبعا يعني ليهم الاحترام وكل حاجه، بس دي كانت حاجه غريبه شويه. كمان بقى بيقول لك لو وزعوا عليهم بوكسات كده زي ليله القضيه، ممكن يوزعوا عليهم بوكسات كده فيها الكابات والتيشيرتات عشان لو فازوا على الاهلي ده بعد الشر يعني هنحتفل بيهم. في توتر، الزمالك فيه توتر.
وقلقانين وخايفين. فكل اللي بيحصل ده كله عشان خاطر يخلقوا حافز جوه لعيبه الزمالك. وحتى شيكابالا وعدهم ان هم هيفوزوا على الاهلي بعد الشر وكده. الحركه دي اثبتت لي ان انا لا، انا حلو، انا قوي. كل القلق اللي موجود ده معنى كده ان فرقتي قويه ويتعمل لها حساب. فانا المفروض بقى ايه، ما اقفل على نفسي واسكت وما اتكلمش وما اعملش اي تصريحات مالهاش لازمه زي التصريحات اللي عاملين نسمعها بقى من دي. ضغط الإعلام الزملكاوي على المنظومة الرياضية في مصر بل وأفريقيا كلها. الأستاذ أحمد سالم طلع امبارح وقعد يقول الحكم اللي هيحكم لنا الماتش الأهلي والزمالك ده احنا رافضينه وعامل مشاكل. هو حضرتك، هل الحكم ده ضرب في شيء قبل كده؟ لا. طب هل ضر الأهلي؟ طب هل الأهلي اتكلم؟ الأهلي عمل تصريح وخلاص الموضوع انتهى. ليه بقى جو المظلومية والظلم والفساد والكاف والاتحاد الكوره والاهلي قاره افريقيا كلها بتخدموا؟ ايه لازمتها يعني؟ انا اقول لك ايه لازمتها. احنا او انا حافظكم، انتوا بتعملوا ضغط المظلوميه، الظلم. احنا مظلومين، احنا ملناش حد، احنا ملناش ظهر، احنا مش معانا فلوس، احنا فقراء، احنا مش عارف ايه. ليه؟ عشان حاجتين. الحاجه الاولانيه، لو الاهلي لو الزمالك فاز، شفت الفريق الزملكاوي فاز على الفساد، الفريق الزملكاوي عمل الانتصار المنتظر على الفساد والظلم ومش عارف ايه. طب الزمالك لو خسر، وده بيكون احتمال 90% دايما من مخططاتكم، ما نعمل ايه؟ مفيش حد موقف جنبنا واحنا في وسط ظلم وفي وسط فساد، فلازم نخسر. تون ونغمة ما بتخلصوش منها، وعينكم دايما على الاهلي وعمركم هتنجحوا. سلام.